السلام عليكم ورحمة الله. صباح النور عليكم. صباح النور عليكم من المملكة المغربية. معكم فرح، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم هنعمل لكم طاجين بالفلفلية بالنسبة للأخوات اللي طلبوه مني، وبالزيتون، الربيع، القزبر والمقدونس. طبعا الدجاجة دي يا بنات احنا اصلا معاملينها، وحنحتاج لنا بصلة كبيرة، وعندنا طماطم دوائر. الدجاجة دي غسلناها وخليناها، غسلنا بالليمون والخل، وعملنا فيها البابريكا، الكركم، الثوم مسحون، جميع البهارات خاصة بالدجاج. يعني طبعا ما شاء الله شفتوها، يعني وخليتها في الثلاجة 24 ساعة، وحسي هاني طلعتها. شنو نقوموا نعملوا على البصل، نعملوا لها الفلفليه، ونعملوا لها باقي البهارات، عشان شنو ندخلوها نحطوها في الطاجين. حتكون اليوم الطاجين بالدجاج بالفلفليه. يا بنات يلا. يعني الناس اللي طبعا انا يا بنات بالنسبه للطبخ عندي هوايه، لانه شايفه كثير بناتي سودانيات، طالبات اللي كانوا متابعه معاهم في جروباتي في الواتساب ولا جروباتي في تيليجرام، قالوا لي يا كوتش فرحي انتي قلبتي طبخ ولا شنو؟ انا ما قلبت طبخ ولا حاجه، انا بس عندي هوايه الطبخ، فحبيت اعرفكم بالمطبخ المغربي لانه مطبخ عالمي ما شاء الله. اما انا اصلا مصممه ازياء، ويعني وشخصيه في العمل التطوعي، يعني زوله، يعني شخصه مجتهده في العمل التطوعي وفي العمل الجمعوي وتصميم الازياء، تخصصي يعني حاجات كثيره بعملها، زي ما بيقولوا 7 صنايع. طيب يلا، الطبخ هذا عندي هوايه، وحابه انا كل الهوايات زي المغربيات طبعا كلهم ما شاء الله، المغربيات الله يحفظهم، يعني يعرفوا الطبخ، يعرفوا كم حاجه يعني بيتعلموها بسهوله. فانا حابه اعرفكم على الطبخ المغربي والمطبخ المغربي. فزي ما بتعرفوني، اي حاجه انا بتعمل يعني بتنفع المراه وبتخليها تجتهد وتشتغل، انا بعملها وبعلمها يعني مجانا. طبعا عندنا الورش بتاعه الطبخ هذه مجانيه لوجه الله، انا قاعده اسويها لوجه الله لكل السودانيات اللي يطلبوها مني، خصوصا الناس اللي بيسمعوني في اليوتيوب او في الجروبات الواتساب او التليجرام. بتكلم عن السودان لاني انا اصلا كنت عايشه في السودان 14 عام، فدخلتها في الشهر ده يوم 13 شهر 7 دخلت المغرب. فكنت عشت هناك في الحرب، وعشت يعني عام و4 شهور في الخرطوم. كنت سبحان الله يعني نعانوا ديك المعاناة ديال الحرب. السودانيات اللي عاشوا معايا الظروف ديك عارفين الحاصل، وعارفين شو وقع هناك، شو اللي بيحصل. نسأل الله يرفع البلاء عن السودان وعن الأمة العربية كلها. يلا يا بنات نتيمو الطاجين ديالنا، وإن شاء الله السودان يرجع أحسن من الأول، والله يحفظ جميع أوطاننا العربية ويحفظ المغرب. يلا شفتوا، يعني حنكب البصل ونعملوه هدين ونعملوا الفلفلية. وطبعا يا بنات أهم حاجة عندنا احنا زيت الزيتون. انا هسه عملتها، شفتوا؟ قرب ليكم، هذه زيت الزيتون، شفتوا؟ زيت الزيتون اهم حاجه في الطاجين المغربي احنا عندنا. ممكن نتوما تعملوا زيت الفول، السودان غني ما شاء الله بالزيوت، في زيت السمسم، زيت الفول، تعملوا زيت الكاوكاو وزيت الفول، هي ما شاء الله تبارك الله جميله ولذيذه وغنيه يعني بالبروتينات تبارك الله. يلا ربنا يحفظكم. انا حنضيف شويه ملح لانه كل البهارات في الدجاجه هذه، بس ناقصها نزيلوا الملح. هي فيها ملح لكن حنضيف الملح عشان يجينا مظبوط ان شاء الله. يديكم العافيه حبيباتي، والله يحفظكم. تحيه ليكم كلكم المتابعين ديالي كلكم، الله يحفظكم. وان شاء الله دائما دائما يا بنات مجتمعين على الخير، ولازمكم تطبقوا وتجتهدوا. حلو يعني الانسان يجتهد ويشتغل، وانتم عارفين انا دايما ببعث الايجابيه والامل، ودايما دايما رغم الظروف، رغم اي حاجه، المراه قويه ما شاء الله، حواء قويه، يعني ربنا يحفظكم ويغطيكم ان شاء الله، واحنا دايما متواصلين ان شاء الله. تحياتي لكم كوتش فرح.